مولاي الحسن اليوم بمراكش على تدشين متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب المشيد على مساحة إجمالية بلغت 20,000 متر مربع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 163 مليون درهم. أمينة علام، معتصم بالله البوعزاوي، عبد الهادي السكيوي ومحمد ناطق. وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، حيث أدت لسموه التحية الرسمية تشكيلة من الحرس الملكي. إثر ذلك تقدم للسلام على سموه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووالي جهة مراكش آسفي ورئيس الجهة وعمدة مراكش وعدد من المنتخبين والشخصيات. متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب أول معلمة متحفية متخصصة في تاريخ وحضارة الماء تختزل عناية القصوى التي أولاها المغاربة عبر العصور للماء كمادة لا يمكن للحياة أن تكون بدونها. منشأة تحيل الزائر منذ الوهلة الأولى على إبداع الإنسان المغربي في التعامل مع الماء وتدبيره من خلال ابتكار جملة من التقنيات لتخزين وتوزيع المياه. اهتمام أولته الدولة المغربية عبر العصور عناية خاصة، تاريخ عريق لتعامل المغاربة مع الماء تم تجسيده عبر مختلف أروقة المتحف وشروحات مستفيضة تابعها باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تتناول فلسفة التعامل مع الماء على مدى الزمن انطلاقا من حقبة ما قبل التاريخ مرورا بالحقبة الرومانية والقرن الوسيط وصولا إلى عصرنا الحاضر، حيث أحيط تدبير وعقل الماء بأهمية بالغة تعززت بسياسة السدود التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني. هذا المتحف من نوع المتاحف يعني التفسيرية التي تسمى ميوزي دانتربريتاسيون، والذي من خلاله نرى هذا الماضي وهذا الحاضر في آن واحد عبر أدوات ومناظر وآيات شاهدة بعبقرية المغاربة في تدبير الماء عبر التاريخ. وعندما يتجول فيه الأطفال أو الشباب أو عموم الناس فإنهم سيرون درسا نستلهمه اليوم لتدبير الماء وللتعامل معه بذكاء وفي نفس الوقت بنوع من القدسية. وفي الوقت الحاضر عندنا واحد العدد من الرهانات اللي هذا المتحف هذا كيعبر عليها وكيوريها وكيوري الانجازات اللي دارت وكيوري الانجازات المستقبليه اللي خصنا نديرو، ونتمناو بان يكون ليه واحد العدد ديال الزوار، لا بالنسبه للمسائل الثقافيه ولا بالنسبه للمسائل العلميه ولا بالنسبه للمسائل الهندسيه. معلمة متحفية صممت بمواصفات متطورة تعتمد وسائط بيداغوجية وتقنيات توضيحية تضع بين يدي الزائر الخصوصيات الجغرافية والجيولوجية والمناخية للمملكة المغربية ووضعية الفرشة المائية وأنظمة الري وجلب المياه بما فيها نظام الخطارات، كل هذا داخل فضاء تم توزيعه بعناية وفي انسجام تام مع الخصوصيات المعمارية المغربية. تكمن خصوصيات ومميزات المشروع في كونه الأول من نوعه الذي يشيد ببلادنا، ولهذا كان لزاما أن يحاط تصوره المعماري بعناية خاصة، سواء على مستوى توزيع فضاءاته الداخلية والخارجية أو على مستوى واجهاته ومكوناته الهندسية المعمارية عموما. المتحف يبرز أيضا علاقة الأوقاف بالماء ودورها التاريخي في تدبير هذه الثروة الحيوية عبر مراحل مختلفة من تاريخ المملكة. الأوقاف تلعب دورا كبيرا في البحث عن الماء، في جلب الماء، في تزويد المنشآت الأساسية بالماء وهي المسجد والمضاءة والسقاية العمومية والمدرسة والمعامل الصناعات اليدوية إلى غير ذلك، ثم توزيعه على باقي الدور. كان هذا الدور قائما إلى بداية القرن العشرين، وما تزال الحقوق عدد من حقوق الأوقاف على الماء قائمة إلى الآن. هي رحلة عبر الزمان توقف خلالها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من خلال فضاءات ومكونات متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب عند محطات مهمة تبرز الأبعاد الروحية التي أسبغها المغاربة على الماء، وميزت تعاملهم مع هذه المادة وعبقريتهم في ابتكار تقنيات حفظها صيانة لحقوق الأجيال القادمة.
هي صورة لربط الماضي بالحاضر من خلال إحياء ذاكرة التعامل مع الماء وتثمين الجهود التي تبذلها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكسب رهان الحفاظ على الموارد المائية.